سامي خضيره. انطلاقه سريعه عكسيه فيها فرصه كبيره. كريستيانو هدف اول في الطريق. كريستيانو وشباك تستجيب. هدف اول لكريستيانو رونالدو، هدف اول للميرينجي بانطلاقه سريعه باستغلال للفراغ والمساحه. هذا ما اشرنا اليه، هذا ما المحنا اليه قبل لحظات. الاعلام الاسبانيه في المدرجات والاحتفالات كبيره بالنجم الكبير بهدف اول في هذا اللقاء. هنا البينيه والانطلاقه السريعه. كريستيانو كالمعتاد يجيد المراوغه، ينطلق بسرعه، ينطلق بثبات. لاحظ المراوغه كانت كافيه، لمسه غمزه بالقدم اليمنى والشباك استجابت واهتزت. هدف اول في هذه المواجهه. الانطلاقه السريعه والفراغ الواضح في دفاعات ايفرتون، كان لابد ان يدفع ثمن الفريق الانجليزي امام مهاره وسرعه كريستيانو رونالدو. النجم الكبير ياتي باول اهداف في هذا اللقاء من خلال 16 او 17 دقيقه من جديد. فيها فرصه كبيره، الهدف الثاني بالفعل في الشباك. روعه في قمه الروعه هذه الكره، في قمه الروعه من كريستيانو رونالدو، بعيدا تماما عن اي انانيه. يهيئ الكرة العرضية باتجاه ماسود أوزيل، يوزيل الهدية التي لا يرفض الهدية أبدا. والروعة أيضا بمناولة مودريتش خلف المدافعين. من جديد يسقط ايفرتون في نفس المطب، في نفس المشكلة. المساحة أمام هؤلاء النجوم، أمام هؤلاء اللاعبين، أمام كريستيانو رونالدو ممنوعة تماما. وكريستيانو ينطلق مرة أخرى وبمهارة الكبار وبروعة الكبار يقدم الهدية لماسود أوزيل. وأوزيل بكل هدوء في الشباك الخالية يزور مرمى تيم هاورد من جديد. أيضا ذات وزن ثقيل في تشكيلة الميرينجي. نيسميث ياليفيتش والكرة في الشباك. هدف أول لمصلحة ايفرتون. ياليفيتش اللاعب البديل يلبي نداء المدرب مارتينيز ويقلص الفارق لمصلحة ايفرتون مع خروج الأسماء الكبيرة من تشكيلة الريال. ايفرتون يعود بهدف أول في هذا اللقاء ويقلص الفارق. لاحظ الإعادة من جديد، عرضية لعبت في القائم البعيد في القائم الثاني. نيسميث مهدها وهيئها وياليفيتش سددها ليستعين بتدخل القائم الأيمن. كرة تصطدم بلوبيز